زهقتي من الاكل ومش عارفه تعملي اكل ايه؟ تعالي اقولك هنعمل مع بعض الطبق الجميل دوت. بصوا الجمال والحلاوه. هنعمل مع بعض كباب حله، بس بطريقه مختلفه. جربي الطريقه دي هتعجبك جدا. بصوا اللحمه دايبه ازاي وريحتها خطيره. بجد وصفه سهله وبسيطه. وعملنا كمان معاها الرز بشعريه مفلفل. بصوا الحلاوه، تحفه. ممكن كمان نقدم معاها بطاطس محمره، طبق سلطه، ممكن مخلل. ويلا بقى بينا نشوف التركاية بتاعت كباب الحلة. حلة على النار وفيها معلقة سمنة، ونزلت بواحد حبهان، فص واحد بس حبهان. اول ما ريحته طلعت كده نزلت باللحمة. اللحمة بتاعت كباب الحلة لازم تكون متقطعة مكعبات صغيرة. نزلت كمان هنا بنص معلقة صغيرة فلفل اسمر. هدي تقليبة بسيطة واسيبها تنزل المية بتاعتها وتشربها. هي هنا نزلت المية، شربت المية بتاعتها وقلبتها تقلبتين في السمنة، ونزلت عليها بكوباية او كوباية ونص مية مغلية. لازم مية مغلية، ما ينفعش نحط على اللحمة مية باردة خالص عشان بتأخر السوى. بعد اللحمة ما شربت المية بتاعتها اديتها تقلبتين، ونزلت ببصلاية حلوة كده متوسطة متقطعة مكعبات صغيرة، وكمان معاهم 4 5 فصوص توم كبار متقطعين برضو مكعبات. هقلبهم. انا لغاية دلوقتي ما حطيتش ملح. نزلنا هنا بقى بالملح. البصل والثوم بحطه بعد اللحمه ما بتستوي، يعني 3/4 سوا. ليه؟ عشان انا عايزه البصلايه تكون باينه في اللحمه زي ما احنا شايفين كده. بعد اللحمه يعني ما استوت وقبل ما اطفي عليها بحوالي 7 دقايق، بنزل بقرنين فلفل حلوين متقطعين مكعبات. غطيت عليها وسبتها لغايه ما اتشوحت كده والفلفل دبل، بس انا مش عايزاه مهري زي ما احنا شايفين، انا عايزاه يكون باين في الطبق كده هو والبصل. الوصفة دي جميلة يا جماعة وطعمها خطير. انا هنا كده خلاص الوصفة خلصت، هنغرف بقى ونقدمها. وادي الوصفة بتاعتنا زي ما احنا شايفين، شكلها جميل، واتمنى تكون عجبتكم واشوفكم على الف خير.